الطبعة الرابعة للمهرجان الثقافي الدولي الصيف الموسيقي في الجزائر العاصمة. طبعا نظرا للحدث الحدث الحالي هو الدولي والسياسي الدولي، ونظرا للوضع الوضع في فلسطين، ارتأينا أيضا وحرصنا على حضور الفلسطينيين معنا في هذا المهرجان، لأيضا نؤكد على دعم الشعب الجزائري دائما المطلق للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وأيضا لتأكيد على أن التأييد يكون أيضا عبر مختلف الوسائل المتاحة للتعبير عن آراء وعن مواقف سياسية، عن طريق الرياضة أو الثقافة أو جميع الوسائل المتاحة للتعبير وللإبداء الرأي ولأخذ الموقف هذا. وأيضا في إطار عرفت هذه الدعم، هذا عرف امتداد للدعم الذي عرفته مهرجان تاع تيمكاد وجميلة، اللي خصوا عطوا أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية ولدعم الشعب الفلسطيني في غزة، أيضا خاصة في غزة. دونك دون لا كونتينيتي، اليوم نستقبلوا إخواننا الفلسطينيين من فرقة أصايل اللي على رأسهم الأخ ناجي أبو شخيدم اللي هو رئيس الوفد. مرحبا بكم. فوالا دونك لا سيمبوليك، رمزية هذا اللقاء هو أن نؤكد على أن نؤكد عبر الصحافة وعبر وسائل الإعلام pour qu'il y ait un impact international باللي l'Algérie elle est toujours aux côtés de nos frères palestiniens et aux côtés دائما تدعم les peuples opprimés et les causes de libération. وأيضا غزة مدينة ساحلية أيضا على البحر، وهي أيضا موجود والتراث الفلسطيني في غزة وفي كل المدن الفلسطينية، كان غزة أو رام الله أو الخليل أو نابلس، كلها فيها أصوات جميلة وفيها فرق جميلة وفيها تراث وفيها عادات وتقاليد للشعب الفلسطيني وتحافظ عليه. غزة مرت في العديد من الحروب، ونحن نمثل غزة وفي ما في غزة وضفة حاليا كلها فلسطين كلها تحت الاحتلال، فلسطين كلها شهداء، موجود فيها شهداء في كل المدن الفلسطينية، تقدم الشهداء يوميا بشكل يومي. نحن اليوم غزة جريحة، هي محافظة من محافظات الوطن الفلسطيني، والكل تحت الاحتلال. إذن هذه الدعوة اللي وجهناها أكدنا وبذلنا مجهودنا الكبير باش يكون حضور ممثلين من الإخوة الفلسطينيين يشاركونا في هذا المهرجان، اللي يكون عندهم فرصة باش يقابلوا الشعب الجزائري ويقدموا التراث تاعهم، يعرفوا مدى إحساس الشعب الجزائري بهذه القضية ودعمه لها.